السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول ما نبتدي بالصلاة على النبي. صلوا على النبي حبايب قلبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم مننا كل جديد احنا بنعمله وهنعمله ان شاء الله. انت فين كده يا ام فرح؟ وبتعملي ايه كده يا ام فرح؟ انا عند عمتي حبايب قلبي، اخت جوزي. وبعمل ايه؟ عمال بكنس في البلكونه زي ما حضراتكم شايفين اهو. واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. البلكونه كان مطربه بتاعت عمتي، فقلت لها ايه هكنسها لك، لان هي اصلا لسه مش استقرت فيها. هي جابت عزالها وجابت حاجتها وكده، وبتيجي تقعد فيها يومين 3 بالكتير قوي، وبترجع ايه تقعد في بيتها التاني. بس هي متأجرة الشقة دي عشان خاطر جنبها مدرسة ابنها ودروس ابنها وكده يعني. فالحتة اللي هي قاعدة فيها مش جنبها مدارس ولا مستشفيات فهي اجت قعدت فيها اليوم ده عشان هي كانت تعبانة وراحة تكشف وكده. فاحنا كنا جايين لها نشوفها انا وابو كريم وحماية وكده يعني. صلوا على النبي يا حبايب قلبي. صلوا على النبي يا حبايب قلبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دول يا حبايب قلبي ربنا يشفيها يا رب، ويشفي كل مريض. اهو كنسنا البلكونة وبنمسح فيها اهو. وهي الشقة من جوه نظيفة يعني، هي منضفاها ومخليها فلة. بس هو ما فيش الا البلكونة بس عشان خاطر تراب الشارع وكده والعربيات اللي رايحة وجاية، فطبعا العفار بقى بيملى البلكونة وكده. انا قلت لها جيبي ستاير حطها في البلكونة عشان العفار. كريم جه واقف معايا في البلكونة اهو. وده الأوضة وده حماية. ده ابو كريم حماية ده. اه بعمل لكم باي. وكريم بيعمل لكم لايك. وكريم ده طبق الفاكهة. بصراحة شقتها جميلة صراحة. دي المحلات اللي تحت وكده يعني. وده المطبخ بتاعها. هي فوق وبتكحي ليه يا حبيبتي؟ ودي الصالة. دي فرح بتقول لكم باي. دي الأوضة التانية. هي مش جايبة حاجتها كلها يعني نص حاجتها حطها في شقتها التانية، والنص التاني ايه جايباه. مش جايبة حاجتها كلها. ده انا بصور نفسي بوريكم العباية الجديدة. وبرغم ان هي تعبانة وكده قالت لي تعالي يلا ما ننزل عشان اروح اجيب فستان لفرح، بس مش لقيت فساتين، لقيت البيجامة دي. ربنا يكفيها شر المرض يا رب ويشفيها. اهو يا حبايب قلبي وبس. هو ده يوم النهاردة وهي دي حكاية النهاردة. فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم مننا كل جديد احنا بنعمله وهنعمله ان شاء الله يا حبايب قلبي. ومع الف 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 سلامة. واستودعتكم الله. ويلا باي حبايب قلبي.